السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنعمل ان شاء الله كده حاجة حلوة اقتصادية وعلى قد الايد ان شاء الله. هنعمل جاتو شاتو اقتصادي. هنعمله كده مع بعض، هنشوف بس الجمال والحلاوة دي مع بعضينا. شوفوا السيحان بتاع الشوكولاتة يدوب القلب، حاجة كده من الآخر جميلة. دي الشوكولاتة الاقتصادية. يلا بينا بقى على المقادير وطريقة التحضير. أنا هنعملها ببيضتين بس. المقادير هي بيضتين و3 كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر، كوباية الا ربع زيت، كوباية حليب، كوباية سكر، نص كوباية كاكاو خام. ولو عرفت تجيب الكاكاو اللي هو الاسباني الغامق هيكون طبعا افضل. طبعا هنضرب كل المقادير، الزيت واللبن والسكر والكاكاو، وبعد كده هنروح نازلين بالبيضتين والفانيليا ونضربهم مع بعض. الصوص ده كده ده بقى صوص الشوكولاته اللي هو الاقتصادي. ممكن تشيلوا منه كوبايه على جنب عشان تحطيها على ايه، على الكيك بعد كده. انا طبعا كنت حاطه عامله الصوص ده وشايلاه في التلاجة. صوص الشوكولاته ده انا حطيت البيضتين وحط عليهم الفانيليا وهنضربهم كويس في الخلاط بالشكل ده. اضربهم كويس جدا. بعد كده هنحطهم في بولة بقى، وهننزل عليهم بالدقيق والبيكنج باودر، بس هندخلهم مع بعض الاول. دول كوبايتين من الدقيق. انا لقيت معايا الخليط تقل مني شويه، فروحت جايبه نص كوبايه لبن وبقيت اظبط بيها الكيك. بس انتي من البدايه ممكن تحطي كوبايه ونص دقيق بس بالشكل ده. انا لقيته تقيل، انا بقيت احط شويه بشويه كده بحيث ان انا اظبط القوام بتاع الكيك. بالشكل ده. انا هاخد النص كوبايه كلها، بس انا بحط شويه بشويه عشان الكيكه ما تطراش قوي منك. بالشكل دون كده بقى القوام ده جميل جدا. هو القوام ده الحلو اللي انا كنت عايزاه. انا دهنت الصينيه بدهنه سمنه او زيت وترش عليها كاكاو، تبطنيها بكاكاو، ما تبطنيهاش بدقيق عشان ما يبقعش في الكيكه من تحت. وهنصبه كده ونحطه في الفرن درجه حراره 180. هتقعد في الفرن تاخد 20 دقيقه. انتي والفرن يبقى مشغلاه من قبل ما تعملي الكيكه عشان يلحق يسخن. لو ما فيش درجات حراره ولعها يبقى قبلها بشويه وتبقى ناره متوسطه مش عاليه. الكيكه دي هتقعد 20 دقيقه بالظبط. انت هتختبريها بخله وهي في الفرن. لو طلعت عجين، لو طلع في الخل عجين تبقى لسه، بس هي خدت 20 دقيقه بالظبط. هنركنها بقى لما تبرد ونعمل الكريمه. انا حطيت كوبايه ميه ساقعه متلجه، ممكن تكون كوبايه لبن، ممكن تكون كوبايه كريمه لبن اللي هي كوبايه حليب يعني، ونص كوبايه سكر من العادي. وضربت الميه والسكر لما السكر داب، وبعد كده نزلت بالكريمه اللي هي الكريم شانتيه الخام. ده بتشتريه من عند العطار او من عند اي حد بيبيع خامات الحلواني. انا طبعا لما لقيت الكيكه عاليه شويه شلت جزء منها. وقبل ما احط الكريمه كنت سقيتها بكوبايه لبن دافيه، كوبايه حليب دافيه، وعليها معلقه كاكاو ومعلقه سكر. بس للاسف ما طلعش ما صورتش الجزء ده من الفيديو انا بعد ما عملت الكريمه والكيكه بردت
فردتها كده على على الوش. ودي طبعا الكريمه اللي انا كنت عاملاها قبل كده، اللي هي الصوص الاقتصادي، صوص الشوكولاته الاقتصادي بالشكل ده. انا طبعا هفرده على وش الكيكه كلها، وراح احطها في التلاجة ساعتين ولا حاجه. ده بقى الوش الكيكه اللي احنا شلناه، طبعا مش هنرميه، انا هقسمه كده في الكاسات. وكان فايض برضو بواقي الكريمه. مفيش حاجه بتترمي يا جماعه، ممكن تحطها في الكاسات كده، او في طباق الرز بلبن، وتحط عليها كريمه. وممكن تعمليها اللي هي تعملها حاجات كتير يعني. انا حطيت عليها كده، حطيتها كده في قعر الكاس، وحطيت عليها باقي الكريمه وباقي صوص الشوكولاته. انا كنت شايله لها شويه على جنب من صوص الشوكولاته. هفرد عليها الكريمه كده، وهحطها فين؟ في التلاجة تجمد شويه. هنحط طبعا عليها الصوص. صوص الشوكولاته ده جميل جدا يا جماعه يعني، وطعمه حلو. انا بعمله بطريقه تانية. انا حطيتهم كده، احطهم بقى في التلاجة، بعد ما طلعتهم من التلاجة بقوا كده بالشكل الجميل، وطعمهم كان جميل جدا. وحاجة ساقعة وحاجة كده بترطب على قلبنا في الجو الحر النار ده بالشكل دوت. والكيكة طلعت بالشكل الجميل ده، وحاجة عملتيها في البيت وفرحتي ولادك وكده. لان مش كل الناس عندها ان هي تقدر تعمل ايس كريم في البيت. مش كل الناس عندها امكانيات يعني. احنا بندور على الطرق اللي هي الاقتصادية اللي على قد ايدينا. هنطلعها بقى كده، الشوكولاتة السايحة اللي بتدوب القلب دي جميلة. بألف هنا وشفا يا جماعة. واللي وصل لغاية كده في الفيديو ما ينسنيش باللايك ودعوة حلوة يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.